الاتحاد السلفادوري يخرج عن صمته ويكشف أسباب إلغاء مباراة المغرب الودية. ألغيت مباراة المنتخب المغربي ونظيره السلفادوري الودية التي كانت مقررة خلال النافذة الدولية في يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026 بسبب تعذر نقلها إلى الرباط، وفق ما أكده رئيس الاتحاد السلفادوري للعبة ياميل بوكيلي. وأوضح بوكيلي أن منتخب بلاده سيواجه منتخب قطر في السادس من يونيو بمدينة لوس أنجلوس، مشيرا إلى أن المباراة لن تنقل تلفزيونيا بناء على قرار من الجهات المشرفة على المنتخب القطري. وقال المتحدث: يمكننا تأكيد أن إحدى مباريات المنتخب خلال هذه النافذة ستكون أمام قطر في 6 يونيو في لوس أنجلوس، على أن نعلن قريبا عن المباراة الودية الثانية خلال هذه الفترة. وعن أسباب إلغاء المواجهة أمام المنتخب المغربي، أشار بوكيلي إلى أن الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم أبلغت الاتحاد السلفادوري استحالة السفر قبل موعد المباراة إلى الولايات المتحدة في 3 يونيو على خلفية عدم قدرتها على استدعاء كامل عناصر المنتخب الوطني.